بقينا في زمن دلوقتي السلاح الابيض بقى ترند، والاخر يقول لك ده هزار. يا عم انت هزارك ب3 سنين حبس. واضح كده ان في موجة غريبة داخلة علينا، الشباب اللي بتطلع تمسك سكاكين على التيك توك ويرقصوا بيها ويقول لك ده هزار، ده استعراض، ده كليب. لا يا حبيبي، ده مش هزار ولا استعراض ولا كليب، ده اسمه ترويع، اسمه تهديد، اسمه استعراض سلاح وبس محتوى يخل بالامن العام. والداخلية من فترة نزلت قرارات واضحة، اي حد هيظهر بسلاح حتى لو ست بيت ماسكه سكينه مطبخ وتعمل نفسها ترند هيتشد. والموضوع بقى قانوني ورسمي مش مزاج. السوشيال ميديا مش مدينه ملاهي، اللي بتنزله عليه بيتحاسب عليك. طبعا انت فاكر نفسك بتعمل فيديو هزار عشان تطلع ترند، لكن القانون شايفها غير كده خالص. شخص بيعرض ادوات قتل علني بهدف لفت النظر، ودي جريمه كامله. مش طبيعي طبعا ان السكاكين بقت جزء من المحتوى اليومي، مش طبيعي ان واحد بيرقص بسكينه كاننا في مهرجان، ولا ان واحده تعمل حركات بالسيف وتقول فيديو كوميدي. افهموا بقى شويه، انت مش بره القانون، الترند مش حصانه، والضحك مش مبرر. وانا طبعا ما بقولكش ابعد عن المحتوى، لا اعمل محتوى وعيش حياتك، بس بلاش ترويع وبلاش سلاح وبلاش عبط، لان فيديو 10 ثواني ممكن يكلفك سنين من عمرك. طبعا في ناس كتير بتقول هي الداخليه صحت امتى؟ الفكره مش ان الداخليه فجاه صحيت، الموضوع بقى خطر فعلا. لما طفل عنده 12 سنه يشوف شاب بيرقص بسكينه هيفهم ايه؟ هيمسك سكينه زيه ويقلده وتلاقي كارثه حصلت في ثانيه. طب وبعدين هيطلع ويقول لك ما انا شفت فلان بيعمل. الزمن اللي احنا فيه ده بقينا في زمن المشاهد هي اللي بتحرك السلوك، والاستعراض بالسلاح بقى بيكبر ثقافه غلط، ثقافه العافيه، ثقافه الخوف، ثقافه انا اهو محدش يكلمني. والمشكله الاكبر بقى ان اللي بيعمل الفيديو ده مش فاهم ان مش بس بيعرض نفسه للخطر، لا ده انت بتشجع المجتمع كله بسلوك عدواني. وبعدين يجي يقول لك ده هزار. طيب ماشي، الهزار ده بيعمل بلاغ رسمي وبيجيبك الاسم وبيحطك تحت مسمى مثير رعب، وبعدين انت تتصدم بقى، هو انا عملت ايه؟ ده انا بلعب. لا انت مش بتلعب، انت بترتكب جريمه. ولو فاكر ان السوشيال ميديا فوضى، لا، القوانين دلوقتي بقت اسرع من الفيديو اللي بتنزله. السوشيال ميديا مش مكان انك تجرب سلاح ولا تعمل فيها فيلم اكشن ولا تستعرض عضلات قدام الكاميرا. الخلاصة ان انت حر، بس طول ما الحرية دي مش بتضر غيرك. لكن اول ما تمسك سلاح وتطلع لايف انت كده مش مؤثر، انت مصدر خطر. اعمل لايك وفولو، يمكن الشباب تعقل. سلام.